ليه السعوديه وتونس خسروا بنتيجه كبيره في كاس العالم؟ والاجابه على السؤال ده تخلينا نتكلم على نموذج واضح، وهو النموذج الياباني من غير اي تجميل ومن غير اي بلور. اليابان فهمت من بدري بعد ما كونوا الدوري المحلي ان الدوري المحلي ده لوحده مش كفايه ان هم ينافسوا الكبار، علشان كده كان عندهم هدف واضح ان هم يكون عندهم اكبر قدر ممكن من اللعيبه اللي بتلعب في اوروبا. وبعد نجاح لعيبه كتيره جدا زي ناكاتا وكاجاوا اللي هو اصلا كان بيلعب في مانشستر يونايتد ودورتموند، اللاعب الياباني بقى شايف نموذج قدامه عايز يمشي عليه وعايز يقلده بالحرف. وبعد كاس عالم 2010 في 6 لعيبه من اصل 19 لعيب بيلعبوا في الدوري الياباني احترفوا في اوروبا، والموضوع بدا ان هو يتتابع ولاعيبه كتيره جدا بتخرج لاوروبا من الدوري الياباني زي ميتوما ودوان وكامادا اللي نجحوا نجاح باهر جدا في الدوري الانجليزي. ودوان تحديدا نجح بشكل كبير جدا في المانيا، وبنوا طريق واضح ان كل جيل جه اللي بعده هيبقى احسن منه. وعلشان ما اروحش بعيد، الدوري السعودي تطور بشكل كبير بسبب المحترفين الموجودين، بس بالنسبه لي ده تطور دعائي فقط، لان اللعيبه السعوديه اصلا ما بتلعبش كتير. زي مدافع الهلال علي لجمي ده غالبا ما بيلعبش اصلا غير 4 ماتشات في الموسم، وحتى الحارس الاساسي اللي هو العويس بيلعب في الدرجه الثانيه، واللعيبه الباقيه تحس ان هي مش قد المستوى. وبالنسبه لي ما فيش غير سعود عبد الحميد اللي هو ممكن شويه يجي منه. فانا بالنسبه لي اللعيبه السعوديه محتاجه ان هي تاخد المجازفه، ومحتاجه ان هي تتعب اكتر من كده وتخرج لاوروبا وتاخد الرحله، لان الاحتكاك الاوروبي ده هو اللي هيطور مستواهم. اتحادات المنتخبات دي محتاجه خطه تطوير واضحه وصريحه، خطه واضحه يطوروا بيها اللعيبه اللي موجوده عندهم دي.